انا عايز اقول بس حاجه الحقيقه، لريا وسكين، حاجه لريا وسكين. اما بشوف الاستوديو التحليلي بتاع مباريات الاهلي والزمالك في افريقيا، وبجد بعض المحللين المصريين هم اتنين ما فيش غيرهم، بفتكر ما اعرفش ليه ريا وسكين عمل. طيب عايز اقول يمكن انا اتكلمت لو تتذكروا سنتين وثلاثه واربعه، بعدين بطلت اتكلم عشان اصدقائي بيزعلوا مني اللي كانوا بيحللوا في قناه الجزيره الرياضيه. كنت قلت انه لا يليق على الاطلاق انه اي مصري بيحترم مصريته يعمل في قناه معاديه لوطنه. موضوع الناس كلها، مش كلها يعني، المنتفعين من القصه دي وزقوا عليها بعض الناس الرياضه غير السياسه، ما دخلش السياسه في الرياضه، بطلت اتكلم عشان احافظ برضو على اصدقائي والزملاء اللي كانوا بيحللوا في الى ان وصلت الدوله في هذا الوضع. على فكره من ساعه ما انا كنت بتكلم، بس النهارده الدوله اعلنت بصراحه ووضوح المقاطعه لهذه الدوائر، لكن هذا الوضع المحتدم المتكهرب بيننا وبين هذه الدوائر من سنوات، وانا من سنوات بقول ما يصحش. وحتى لما كانوا بيستضيفوني في بعض البرامج، انت بتخلط السياسه بالرياضه، انت مش عارف انت ايه. النهارده بوضوح الرؤيه اتضح، مجرد اتخاذ قرار المقاطعه جانب مصر، الامارات، السعوديه والبحرين وكثير من الدول الاخرى اخذت موقف من هذه الدوائر الداعمه للارهاب. الكل اللي كان له محللين ومعلقين في هذه القناة التي تتبع دويلة الإرهاب انسحبوا. لما أنا كنت بتكلم ما كانش فيه موقف واضح بين السعودية وقطر، أو بين البحرين وقطر، ما كانش فيه، أو بين الإمارات وقطر، وبالتالي كان الكل ما يتكلم. نعود مرة ثانية الجمعان، كل دول سابوا الحظيره. ومن الدوري والكاس عبد الله الحربي ونبيل نقشبندي، دول كلهم ما بين السعوديه والامارات. خلاص، والناس تحترم قرارات الوطن، تحترم قرارات بلدها، تحترم معنويات شعب بلدها. فانا بس بوجه رساله على كل الحضورات واقف مع نادي السيد. هم طبعا الحظيره لم تجد الا الاثنين دول اللي موافقين ان هم يروحوا، مفيش حد خلاص هيروح بعيد. ومش هتكلم عن الناس اللي هناك اللي عايشين هناك، لانه خلاص دول بقى عايشين حياتهم سنوات طويله هناك، مش هجيب سيرتهم. لكن بتكلم على بيركب الطياره وبيروح هناك. يا اخي شوف بلدك، شوف موقف بلدك، ما تخليش محبينك يبصوا لك بصه عبدة الدولارات. بلاش كده. وما شاء الله انتوا الاثنين في حاله من الرغد من العيش، حاجه جميله يعني. فارجو منكم تراجعوا موقفكم تاني مع بلدكم.